السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. النهاردة التلات 15 يوليو 2025. هندردش في مجموعة من الأسهم. في الفترة الأخيرة اتكلمنا عليها في الكام فيديو اللي فات، هنعقب عليها. وفي برضو أسهم عجباني أو ليها أداء مميز في الفترة الأخيرة. هنبدأ بمطاحن ومخابز اسكندرية. كنت اتكلمت عليه من فترة لما كان ب22 جنيه. وصل ل34 جنيه وبيجني أرباح من عندها. اللي لفت نظري في السهم ده ان هو بقاله 5 جلسات بيرتد من نقطة 30 جنيه و70 قرش. يعني جه في جلسة يوم 9 كان اللو بتاعه 30 جنيه 67 ومنافس 45,000 سهم. في جلسة 10/7 كان اللو بتاعه 30 75 ومنافس 87,000 سهم. هنا اللو برضو نفس اللو او في نفس المنطقة 30 63 ب159,000 سهم. اعتقد الفوليوم كده بيزيد. جلسة يوم 14 جلسة امبارح كان اللو 30 70 وجلسة النهاردة برضو 30 70. فوليومات معدية ال100,000. في حين الفوليومات دي ما كانتش موجودة في الفترة اللي هي كان شغال ما بين ال25 و26 جنيه. يعني في جلسة مثلا زي دي كده اهوت كان 135,000، جلسة زي دي 73,000، هنا 34,000. لكن هنا الفوليومات هنا مدعم نفسه في الحتة دي. ممكن نقول 30 جنيه و80 قرش دي دعم. عندنا هنا المقاومة في 31 70، ادي كده جنيه. اشتغل فوق 31 70 هيبقى اول مقاومة عندنا ال 34 جنيه. اول مقاومة عندنا ال 34 جنيه. السهم فيه تجميع قوي ومن الاسهم الجيدة واسهم الاستثمار، وجايد في الفترة الجاية على المدى المتوسط. بعد مطاحن مصر ممكن نشوف القاهرة الإسكان. القاهرة الإسكان عنده دعم حوالين الجنيه و90 قرش. هو النهاردة قافل 2 جنيه و15. دعمه في حدود الجنيه و90 قرش. مقاومة 195. سوري، المقاومة بتاعتنا 2 جنيه و20 قرش. 2 جنيه و20 قرش. اتنين 23. طيب دعمنا دلوقتي في الاتنين 10. على المدى القصير جدا دعمنا 2/10. وفي كلاستر دعوم في الحتة دي اكتر من نسبة فيبوناتشي في الاتنين 7. باختراق الاتنين وربع هيبقى عندنا هدف 62 ثم 92. 62 ثم 92. وارد اللي هو يجي يعمل وولف على الخط الترند المكسور ده. عندنا خط ترند هام جدا 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 من بادي من اول يوم 10/6/24، يعني تقريبا داخل في سنة. شوف القبضة الكويتية بالجنيه. السهم برضو معرض في الحتة دي. في هنا دعوم يعني اكتر من دعم. خط ترند الازرق اللي هو الخط الازرق ده، والخط الرفيع العرضي ده عند ال 25/77. النهارده عمل له 25/80 كلوز 25/98 ب 500,000 سهم تقريبا. وعلى المؤشرات السهم ايجابي. هيبقى اول مقاومة عندنا هنا اهوت 26/70. يليها المقاومة الهامة اللي لازم يخترقها 27 جنيه وربع. اخترق ال 27 جنيه وربع هيبقى في ارقام تانية ونحدثه. تشوف نهر الخير. النهارده الشمعة سلبية وكسر الدعم. كان معرض في الحتة دي وكسره. بس في هنا خط الدعم ده، خط الترند ده حوالين 55 قرش. عندنا دعم حوالين 55 قرش. النهارده اللو بتاعه 55/6 كلوز 55/6 بتنفيذ 21 مليون سهم تقريبا.
قلناش مقاومة نهر الخير. نهر الخير مقاومته على المدى القصير جدا 57، اخترق ال 57 يبقى عندنا ال 59 بعد كده. كل ده على المدى القصير. اصول الوساطة احنا اتكلمنا عليه لما دعم نفسه الحتة دي، وقلنا ده هنا في خط ترند اخترقه. طبعا من الجنيه كان دعم في الجنيه، دعم من الجنيه وصل النهارده 130 قرش، يعني 30% في 3 جلسات. ده كان في الفيديو الاخير. من الحاجات برضو اللي احنا بصينا عليها كان اطلس، برضو كنت اتكلمت عليه، واريبيا انفستمنت، وارب للتنمية والاستثمار. نبدأ باطلس الاول. اطلس كان عندنا المقاومة عند ال 2-3 اخترقها، وصل ل 2.11، والنهارده في جلسة النهارده جاب 2.13. هو عنده هدف عند ال 2 جنيه و20 قرش اللي هي نسبة فيبوناتشي. وارد اللي هو يرجع يختبر الخط ده عند ال 2.4 و 2.5 ويرتد ويلف لحد ال 2.20. يبقى دعمنا في ال 2.5، مقاومة 2.20. قرب للتنمية. النهارده عمل له 94 قرش بلس 95 قرش و8 ب 600 ألف سهم تقريبا. طيب ادي عندنا دي كده موجة فرعية، ادي 1 ادي 2 ادي 3، عندنا المفروض يبقى في واحدة رابعة. يبقى هنا الدعم هنا طيب عندنا هنا دعم مهم حوالين ال 94 او ال 95 قرش، المفروض ما يكسرهاش. كسرها ده وقف خسارك. ليه بقى؟ هيجيب لنا هنا اهوت 10% تحت عند 3 تمانيات، 88 قرش و8 مليم. طيب الثبات فوق منها يبقى عندنا اول مقاومة الجنيه. اول مقاومة الجنيه فلات من 94 قرش للجنيه، تقريبا فيها حوالي 6%. وعندنا المقاومة الهامة هنا عند الجنيه 15، نسبة فيبوناتشي، واكتر واقف عندها اكتر من مرة، والسهم ايجابي على المؤشرات. اكت فاينانشال مدعم نفسه هنا في الحتة دي حوالين ال 23. النهاردة له 3.19 كلوس 3 جنيه و22 قرش، تنفيذ 9 مليون سهم تقريبا. كسر ال 23 يبقى عندنا الدعم بعد كده 3.8. اول مقاومة عندنا 3.40. اول مقاومة عندنا 3.40. الفوليوم بيتحرك ما بين 6 مليون 7 مليون سهم لحد 9 مليون. ده افريج بتاعه. اجواء دعم عند ال 124 جنيه، دعم ال 124 جنيه. مقاومة 127. عندنا هدف عند ال 135 جنيه، هدف عند ال 135 جنيه. بس كسر ال 124 وقف خسارة، كسر ال 124 جنيه وقف خسارة. طبعا يا اما متوسط يا اما تنفيذ يومين بكسر ال 124 جنيه. اسك في الحتة دي، المنطقة دي كده اتكلمنا عليها وقلنا عنده هدف باختراق ال 35 جنيه. عندنا هدف هنا رسمينه في الفيديو اللي فات، بس انا بتابع معاكم في الفيديو ده عند ال 42 جنيه تقريبا، في حدود 15%. شمعة النهاردة ايجابية بفوليوم 196 الف سهم. يعني لو شفناه ب 36 جنيه دي حاجة ايجابية. النهاردة قفل 35 جنيه 35 قرش. الاهلي التنمية بيجني، وصل احنا كنا متكلمين عليه لما كان ب 27 جنيه، وصل ل 36 جنيه وبيجني ارباح. عندنا الدعم القادم عند ال 30 ونص، النهارده قافل 33.
دعم القادم 30 جنيه او 30 ونص. طيب عايزين نشوف المطورون العرب. انترناشونال الاول، ماشي، جت في سكتنا. اعتقد الميكر ممكن يعرض في الحتة دي ما بين ال9.5 وال12 جنيه. هيبقى فيه الحتة دي عرضية ما بين 9.5 عرضي، ده حين اختراق الهاي اللي هنا عند 12 جنيه. يشتغل فوق ال12 جنيه في كلام تاني، لكن هتبقى مقاومتنا هنا او الشغل العرضي ما بين سقف القناة العرضية عند ال12 جنيه والحد السفلي بتاعها 9.5. كسر ال9.5 عندنا بقى دوم فيبوناتشي 8 جنيه، ثم ال7 جنيه، ثم ال5 جنيه 75 قرش. السهم ده في منطقة خطر، لازم نخلي بالنا وايدينا على الزناد. الوادي عنده دعم هنا في الحتة دي عند ال 140 قرش، مقاومة 150 قرش، 140 150. كسر ال 140 عنده الدعم التالي 133 ثم 124 قرش. طب باختراق ال 150 يبقى يودينا 165 قرش، 165 قرش. دي أرقام أطلس معانا. نبص على السعيد. السعيد مفهوش جديد، دعمه هنا حوالين الجنيه، جنيه وقرش. مقاومة عند ال104، باختراق ال104 نحدثه. الشمس برضو الاسكان برضو كنت اتكلمت عليها، بيجمع في الحتة دي عرضي. عندنا هنا هو الدعم حوالي 67 ومقاومة 775. بعد كده عندنا لو هيخترق الحتة دي عند ال 835، وعندنا الدعم الأساسي 7 جنيه. هنكتفي بالقدر ده. تحياتي لحضراتكم جميعا. اي حد ليه اي استفسار يا ريت يسيبولي في الكومنت نعلق عليه في الفيديو الجاي. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.